لماذا يتأخر الفرج؟ يتأخر الفرج لأمر عظيم واحد. اسمعوا هذا الكلام. الحبيب صلى الله عليه وسلم زار زيد بن أرقم، أصيب برمد، عيونه وجعته. بعد أسبوعين رآه في السوق، قال: يا زيد، ما فعل الله بك؟ قال: شفيت يا رسول الله. قال: ماذا لو لم تشفى؟ قال: أصبر يا رسول الله. قال: إذن قابلت الله ولا ذنب لك. أخواني، فيه واحد عاقل يقول له: ربي أنا بطهرك وبوديك عندي لا ذنب لك، يقول: لا ربي اشفني الحين، أنا تعبت. أليس هذا من نقص عقل؟ فإذا تأخر الفرج فاعلم أن الله يريد أن يقابلك ولا ذنب لك، فهذه نعمة ما بعدها نعمة. ليش نستعجل؟ ليش ربي يقول لي أنا بطهرك ولن تأتيني إلا ولا ذنب عليك؟ لأنه يعلم أني أنا ضعيف، أرتكب الذنب بعد الذنب وهكذا، فتكثر بذنوبي. أما الأمر الثاني، يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى العبد فيكتب له منزلة عالية يوم القيامة. ربي كتب لك الفردوس الأعلى، ولكنه لن يصلها بعمله. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: فيبتليه في نفسه أو ماله أو ولده فيرفعه إلى هذه المنزلة. الثالثة، ربي عندما يؤخر عنك الفرج يؤخره لأجل عظيم، لأمر عظيم. يريدك أن تلبس لباس أعظم ما أعطي ابن آدم. يقول صلى الله عليه وسلم: خير ما أعطي ابن آدم، خير ما أعطي ابن آدم وشو؟ الصبر. ليش الصبر هو خير ما أعطي ابن آدم؟ تعالوا، يقول ربي عنهم هذا الصابرين: إن الله مع الصابرين. عيب علي وعلى كل واحد عنده الشدة أن ربي سيكتبه صابرا ويكون هو في معيته. أنت معك من؟ معك الله، فلا يهمك من هو ضدك. تقول: لا ربي ما بي، فكني، تعبت، أبي ولد، أبي مرض، زوجتي مريضة، أنا مريض، أنا فيني، أنا أبي، تعبت من الفقر. والله يقول: أنا معك، اصبر، أنا الذي معك. تبي تروح من عندي ليش؟ ستذهب من معيتي وين؟ وما دام الله معك فهو بصرك الذي تبصر به، وسمعك الذي تسمع به، ويدك التي تبطش بها، ورجلك التي تمشي معك. وإذا ربي معك في الدنيا فهو معك في الآخرة، سيرضى عنك ويدخلك الفردوس الأعلى. الرابع، ربي سبحانه وتعالى كاتب لك الجنة، كتب لك الجنة. قال: عبدي إن صبرت ومت على ما أنت عليه فلك الجنة. فقرا كان أو مرضا كان أو أيا كان أو ابنا كان أو أي شيء، يأتي من يأتي لا ما بالجنة، أبي يطيب، وربي مقدر وقدره لن يغير. هذا الرجل سيموت بابتلائه، عنده حلين: يا يدخل الجنة يروح النار، اختر ماذا تريد. إن صبرت دخلت الجنة، وإن لم تصبر لن يغير الله قدره أبدا، قاعدة. فلذا أرض، لأنك هذا مفتاح مفاتيح الجنة. الخامس في التأخير، قد يكون سبب الابتلاء ذنب من الذنوب وأنت ما زلت عليه: ظلم، عقوق والدين، قطيعة رحم، غيبة، نميمة، أكل مال حرام، ربا، أيا كان. فتفقد نفسك إذا طال الفرج، لعل السبب توبة لله نصوح تنزع عنك الألم. السادسة، الله سبحانه وتعالى يا أخوان ليش أخفى أسباب الشفاء؟ أن تروح لأحسن جراحين القلب، أحسن واحد في العالم فيموت، أحسن مقرئ ما يطيب، أحسن لماذا ربي أخفى أسباب الشفاء؟ تعرف ليش؟ صيانة لك ولتوحيدك، وصيانة لتوحيدك حتى لا تتعلق إلا به، فلا تدعو إلا هو ولا تتوكل إلا عليه. لأن الآية إيه؟
قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا وعليه فليتوكل المؤمنون. إذن هو مولاي، ما دام مولاي ما لي طريقة إلا هو. لو أنا بطريقة أو أخرى فكرت إن في واحد ممكن يساعدني غير الله سيتأخر الفرج. إذا فكرت في واحد غير الله أنه ممكن يساعدك قد يطول الفرج. فلا تتعلق إلا بالله. ليش؟ ربي يريد أن يعذبني وإياك؟ لا والله، ربي لم يخلقني وإياكم ليعذبنا، قاعدة. ربي خلقني وإياكم ليكرمنا، فمن شك في ذلك فليراجع توحيده من الأصل، لم يحقق التوحيد. فلذا إذا أنت اعتقدت أن في واحد سيكشف الضر غير ربي ستؤدب، ستؤجل. حتى ليش؟ ممكن ربي يفتح لك، لا، ربي يريدك أن تموت على لا إله إلا الله، يريدك أن تصلح هذه النية وأن تصلح تحقق التوحيد، فلا لن يكشف الضر إلا هو.